يا حمايه، يعني يرضيك يا حمايه بعد ما صبرت على ابنك سنتين عشان يجي يخطبني وفي الاخر اعمل خطوبه في البيت؟ طب ده يرضي ربنا يعني؟ ومالها الخطوبه في البيت؟ ما هنعمل شغل اغاني وناكل جاتوه، ايه ماشي، المشكله؟ بس احنا بقالنا سنتين عايزين نفرح كده ونعمل هيصه وزنبليطه ونعزم ناس كتير. يا بنتي انت عارفه دلوقتي القاعات بقت بكام؟ هو ابوك اللي هيدفع حاجه؟ ده ابني اللي هيدفع من جيبه. والله اللي انت هتشاور عليها انا موافقه بيها، انا ما عنديش اعتراض، بس انت وافق بس. يا ستي اللي انت تشاور عليه. طب تعالي نشوف قاعه شهادات وزمردة، بيقولوا عاملين عروض حلوه بتبتدي من 4000 جنيه. 4000 جنيه يا حمايه؟ بقول لك سنتين ومستنيه بقالي سنتين. 4000 جنيه ده اي كلام بقى، يعملوا بنتي اي. حمايه ايه دي؟ خلاص يا بابا، خلاص يا بابا، عشان خاطري عشان خاطري. بصي، يا اما شهادات وزمردة يا اما في البيت، انت عايزه ايه؟ خلاص شهرزاد شهرزاد اللي نلاقيه. تعالي نبص على شهادات وزمردة. ماشي، اما نشوف اخرتها يا حمايه. وكمان مطلعني على السلم، مفيش اسانسير حتى. لما تبقى عروسه بتطلع في الاسانسير، ما تقلقيش. في اسانسير يعني؟ في اسانسير للعريس والعروسه وكبار السن. ماشي، يا رب الجوازه دي تعدي على خير ياه، هتعدي يا اختي على خير ان شاء الله. ماشي، هي دي بقى القاعه ب 4000 جنيه؟ ايوه، ب 4000 جنيه بتبتدي. الدنيا حر، ايه ده؟ مفيش تكييف؟ كل التكليفات دي مش عاجباكي؟ فين ده؟ كل دي تكليفات. مش هعرف اكل بيه حلاوه ده ولا ايه؟ طيب ماشي، حلوه يا حمايه. بكام دي يا حمايه؟ القاعه دي 100 فرد بالبوفيه، كل فرد قطعتين جاتوه وميني بيتزا وميني باتيه وتورته درينك وتورته 5 ادوار. طب تخمس في وشي حمايه؟ ماشي يا لا انا حمايه. بقول لك بس. ماشي. ده غير الدي جي والفيديو والتصوير فوتوغرافر كمان ب بكام؟ 4500. 4500 خلاص ماشي، بس انت اللي هتدفع، ماليش يا دعوه. ستي ابني اللي هيدفع. ماشي طيب. طب خلي بالك بقى، على فكره انا عايزه بقى القاعه اللي انا كنت شايفاها كانت احلى بقى، عشان فيها كوافير عليهم وانا مش عايزه ادفع في الكوافير كتير، وابنك مش عايز يدفع لي الكوافير. ما هنا كمان الكوافير عليهم والاستوديو كمان عليه. استوديو ايه؟ استوديو ده اي كلام، انا عايزه اتصور في مكان حلو كده. استوديو برضه من اشهر الاستوديوهات اللي هم متعاقدين معاهم، بيديكي مناظر تحفه مش هتلاقيها بره. طب ما هم هيزودوا في السعر وانت هتقولي السعر. 4500 جنيه ال 100 فرد بس، مفيش اي جنيه زياده. طب هو العرض ده بقى لحد امتى؟ احنا قبل بقى ما نحدد الخطوبه ان شاء الله وتقعدوا تتعاركوا بقى حبه حلوين كده هيكون العرض ده عدى. مفيش الكلام ده، العرض عندهم هنا شهر 11 و12 و1 و2 كمان. لا خلاص، احنا هنقعد الاثنين، هو شهر 11 حلو. مش عارف. طب بقول لك ايه، عشان خاطر بنتك انت زي بابا برضو، تورينا حاجه تانية كده. عايزه اختار انا عروسه بقى يا حماد. تعالي شوفي قاعه شهرزاد اجمل من هنا بكتير. طب تعالى يلا نشوف. بينا. ربنا يسهل. ايه يا حماية، هنشوف شهرزاد ولا ايه؟ تعالي بص على شهرزاد. بس خلي بالك، انت قلت لي 100 فرد. أيوة. انا هاخد 70 لوحدي، انا قرايبي كتير ماليش احنا قلنا دعوه. 50 و50. لا 70 يا حماية، ما تزود انت بقى الباقي من عندك، ما اعمل لك مش ايه؟ مشكله، هاتي العدد اللي انت عايزاه، كده كده اي فرد تقدر ب 35 جنيه، مش قصه انا اللي هدفعها. طب سهل. هاي بدات احبك يا حماية. حلو ده. ماشي، ايه دي بقى شهرزاد؟ دي شهرزاد. فخيمه برضو. تصدق احلى من التانية. كتير. عجبتني دي. جديد. طب بقول لك ايه، هي دي بكام بقى؟ برضه ب 4500 جنيه 100 فرد بالكوافير؟ بالكوافير والاستوديو كمان. بقول لك ايه، طالما الدنيا حلوه كده ما تيجي نعمل كاتب كتاب بقى؟ يلا بينا، ده هنا كاتب كتاب عندهم بيبتدي ب 2000 جنيه بس. 2000 جنيه بس؟ كله ايه تاني؟ والعيد ميلاد والاسبوع، كل اي مناسبه انت عايز تعمليها هنا ارخص من البيت بكتير. طب انا عايزه ازنقها عليه في اي حاجه، اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفه. بقول لك يا حمايه، هو الدي جي هنا بيحطوا بقى الاغاني اللي هم عايزينها بقى وكده، ولا ممكن لا احدد طبعا، الاغاني؟ العريس والعروسه لازم يختاروا الاغاني اللي هم عايزينها، هيحددوا شو الاستقبال وشو الشبكه والتورته، كل حاجه انت والعريس والعروسه لازم تحددوها. يعني الشبكه هتبان كده في الشو ولا كل ايه؟ حاجه ده هنعمل لكم شو شربات، كل حاجه انت عايزاها هنعملها. طب ما فيش حاجه كده كادو يعني، مثلا زفه كده بره القاعه، زفه يعني. بقول لك عايزين هيصه، عايزين هيصه بقى لنا سنتين. يا ستي كل ده سهل، ممكن نعمل كمان زفه فنون شعبيه كامله، فنوره، شو صعيدي، كل الحاجات دي. طب وده هنزود بكام؟ شوية حاجات فلوس بسيطه قوي. ماشي عليكم بقى. يا ستي مش هنختلف. فرحونا بقى. مش هنختلف. ماشي خلاص. ايه الاطباق الكبيره دي؟ هتحط بس قطعتين جاتو؟ ايه الكثفه دي؟ بابا بقول لك ايه، ايه؟ الطبق ده يعني كبير قوي، انا عايزه يعني ده هتحط فيه قطعتين جاتو بس بالذمه؟ يا ستي احنا ما ممكن يشرفش. نحط سندوتشين. ينفع؟ ينفع. طيب انت قلت قطعتين جاتو، ايه تاني؟ قطعتين جاتوه، ميني بيتزا وميني باتيه، ممكن نضيف كمان سندوتشين، وسعر مش هيبقى عالي قوي، هنزود على الفرد 15 جنيه بس. 15 جنيه سندوتشين؟ اه. لا حط لي بقى، حط لي سندوتشين، لازم نملى الاطباق دي. لازم نشرف الناس كده، القاعه تبقى فخيمه وقلاجه كده، وفي الاخر بس نحط كده. قطعتين جاتو. لو عايزه يعملوا لك عشاء، يعملوا لك عشاء في المنيو زي ما انت عايزه. بيعمل عشاء؟ طبعا. طب علينا ولا عليهم ده بقى؟ لا كده بقى كتير. طب خلاص ماشي، علينا يا عم، علينا خلاص، ابقى ادفعهم انا، مش مهم. مش انا بجيب اللي انا عايزاه ماشي. وهم يعملوا ولا ايه؟ اللي انت عايزاه هم يعرفوا يعملوه.
يعني لو جبت لهم خروف يعملوا؟ بيعملوا عقائد كمان. كمان؟ طبعا. والعقاد كام بقى؟ زي ما انت عايزه، كل تفاصيل تعالي لهم هنا واللي انت عايزاه هيقدروا يعملوه. تجوزت مين قبل كده حماية هنا؟ ولادي الاثنين. هنا؟ طبعا. طب ماما انت كنت عايز تعملها في البيت ليه؟ مش تقول لي ولا انا مش زي ولاد اخواتك التانيين يعني؟ ما قلنا هنعملها في شهادات وزمردة خلاص. طب خلاص ماشي، انا وافقت. شكرا يا حماية. اللي انت عايزاه. شكرا استاذ مروان من اداره قاعات شهرزاد وزمردة. استاذ مروان بقى ترند معايا من الفيديو اللي فات، الحمد لله، وفضل من ربنا وفضل من وشه بس المبتسم على طول ده. شكرا ليك استاذ مروان، وبسم الله ما شاء الله بقى يعني حصل شويه تجديدات كده في القاعات، بس خاصه قاعه شهرزاد اللي انا موجوده فيها النهارده دي فرقت كتير، واحنا بفضل الله شهر 7 8 9 10 بسم الله ما شاء الله الحجوزات كانت على اخرها. ممكن توريني البلان؟ دي حقيقة. دي كده كانت حجوزات شهر 7 وشهر 8 وشهر 9 وكمان لحد شهر 10، والعروض اللي احنا لسه كمان شهر 10 فيه ايام فاضيه لحد دلوقتي. ودي كانت العروض بتاعه ال 5000 جنيه. ما بالك النهارده احنا عملنا لك عرض 4000 ونص وبتاخدي كمان معاه الكوافير بتاعك، فكده اخر كلام، وكده مفيش احلى من التنازلات دي. وبجد بجد شهرزاد المره دي مختلفه عن زمرد. يا ريت بقى الناس اللي عملت فرح هنا او سبوع او كاتب كتاب او عقيقه تقول لنا التعامل معاكم كان ازاي ورايكم ايه في القاعه بعد الحفل. شكرا ليكم واشوفكم باذن الله في جوله جديده.